نادي ريال مدريد بيبدأ في عرض جديد في الانتقالات الشتوية، وبيقرر يعزز الجنب اليمين عنده في الفترة اللي جاية، لأن المركز ده بدأ في الانهيار بعد ما كارفاخال وصل لسن ال30، وبدأت من هنا الأسئلة بتدور حوالين أداء كارفاخال. وشايف نادي الريال ان اشرف حكيمي هو اصلح حد للمكان ده، لكن في عقبة وحيدة هي اللي ممكن توقف الصفقة دي، وهي ان نادي ريال مدريد ونادي باريس سان جيرمان مفيش ما بينهم اي علاقة كويسة تخلي باريس يستغنى عن اللاعب للريال بالسهولة دي. وندخل بقى على اللاعب مندي اللي جمهور الريال شايف انه بيقدم اسوأ اداء في الموسم ده، وبشكل خاص في ماتش فيها ريال. وطبعا اكيد مش هنحط اللوم كله يعني على اللاعب ده، لكن الاداء اللي ظهر بيه في الماتش كفيل يخلي الاداره تستغنى عنه في اقرب فتره، وده طبعا بعد خساره فريق ريال مدريد من فريق فيا ريال في المباراه الاخيره بينهم بنتيجه 2-1، وبيتجمد رصيد ريال مدريد ل 38 نقطه فقط. وبكده لو برشلونه كسب اتلتيكو مدريد الماتش الجاي هيتصدر الدوري الاسباني بعد ما كان الريال محتل الصداره. اما عن مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد فحقق الفريق الكتالوني الفوز على اتلتيكو مدريد بقدم عثمان ديمبلي، ويستغل سكوت ريال مدريد بالفوز ده علشان يرفع رصيد اهدافه ل 41 نقطة ويبقى متصدر الدوري الاسباني، مقابل ان ريال مدريد بكده بيحتل المركز الثاني بعد الخسارة من فيا ريال برصيد 38 نقطة. ونروح لنادي اشبيلية اللي كان بينافس على الهبوط واللي بيخرج من الورطة دي بعد ما حقق الفوز الاغلى بالنسبة له على ضيفه ختافي بنتيجة برضه 2-1. اما عن كاس ملك اسبانيا واللي بيتأهل فيه فريق برشلونة للدور ال16 من النسخة الحالية بعد الفوز على فريق انتر سيتي، وبرضه بيصعد فريق فالنسيا للدور ال16 بكاس الملك بعد ما حقق الفوز على مضيفه لانوسيا بنتيجة 3-0. وفي نفس الوقت بيفوز فريق فيا ريال على مضيفه برضه فريق كارتاخينا بنتيجة 5-1. واخيرا بيصعد فريق ريال مدريد للدور ال16 بكاس الملك بعد فوزه بنتيجة 1-0 قدام فريق كاسيرينو. والاهم من ده كله انا محمد اشرف.